تعالوا يا جماعه احضروني، طفلي عنده متلازمه داون، راح للوراثه وتشخص، وراح لدكتور القلب وتابع، حولوني لدكتور طب التطور السلوكي. ده بيعمل ايه ده؟ طب التطور السلوكي؟ انا عارف ان هو ممكن يتاخر، يعني ايه طب التطور السلوكي ده يا جماعه؟ الطب التطوري السلوكي هو اللي بيتابع رحلة تطور الطفل من أول يوم في الولادة، بيتابع تطور القدرات الذهنية والإدراكية، بيتابع التطور الحركي سواء حركاته الكبيرة أو حركاته الصغيرة، بيتابع تعامله وتواصله مع الآخرين، اللغة، بيتابع قدرة الطفل على تكوين الصداقات، الجزء النفسي، الجزء الخاص بالاستقلالية. كل الحاجات دهيت مهمة في الأطفال. والطب التطوري السلوكي هو اللي بيقيم الطفل، هو اللي بيساعد في وضع الخطط العلاجية الخاصة بالطفل، هو اللي بيشرف على الفريق اللي بيأهل الطفل، سواء التدخل المبكر، سواء العلاج الوظيفي، سواء العلاج الطبيعي. هو قائد الفريق اللي بيساعد الطفل إن يكون في أفضل حالاته ويوصل لأقصى حاجة وأفضل حاجة ممكنة في رحلته.